بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي يفوز على البنك الأهلي بهدف للا شيء وينفرد بصدارة الدوري مبتعدا عن أقرب منافسيه اللي هو فيوتشر اللي تعادل ب6 نقاط، ومبتعدا عن الزمالك ب11 نقطة. 11 نقطة كاملة. جمهور نادي الزمالك ياخد الأمور بقى في الماتشات اللي جاية دي بدون عصبية، ونعد فريق جديد او نعد اللعيبه اللي موجوده دي، نضيف عليهم لعيبه ونطلع شويه اعراب بره عشان المعمعه اللي جايه، لان الزمالك الماتش الجاي هيلاعب فيوتشر. ننسى بقى الدوري، نقدم ماتشات في الدوري، نحاول نقدم ماتشات قويه بعد تغيير الجهاز الفني، ونحاول ننسى بقى ونتجه لافريقيا، لانك هتلاعب فريق عنيد جدا، شباب بلوزداد المتصدر الدوري الجزائري والفائز به الموسم الماضي. هتلاعب فريق مش سهل، زائد ان انت هتلاعب المريخ السوداني اللي معسكر لك في القاهرة بقاله فترة طويلة، زائد ان انت هتروح تلاعب الترجي في الترجي، وحدث ولا حرج عن الترجي في ارضه وغير ارضه، يعني هو وغير ارضه. فرجوا بقى من الناس انها تنسى شوية الدوري وتحاول عشان ما نطلعش من كل البطولات. الاهلي كسب باقل مجهود النهارده البنك الاهلي 1-0 بالراحة كده، بالشوكة والسكينة زي ما بيقول. ادينا الفرصة للمنافس. كنا راكبين الدوري من 20 يوم، وكان عندنا ماتش أسوان سهل، والجمهور كله ركب القطر وراح، الله يكون في عون الجماهير. وجينا لعبنا الداخلية الأسهل من أسوان، برضو ما حققناش الفوز، مع العلم ان التحكيم كان له عامل مؤثر، بس روحنا ادينا ماتش مع الاتحاد السكندري سيء جدا جدا، وكملت سلسلة الماتشات بالخروج من الكاس والهزيمة من الأهلي، والهزيمة النهاردة من غزل المحلة. وأول مرة من 5 ماتشات أو 6 ماتشات من يوم ماتش الإسماعيلي الزمالك يلعب شوط جيد جدا، ولكن مش هنقول مفيش حظ، مفيش مهاجم يخلص الهجمات. وبعد الماتش النهاردة زي ما شفتوا كلكم، إقالة المدرب وتعيين أسامة نبيه مكانه. هل القرار ده سليم؟ الله أعلم. إحنا مش عارفين الخطأ في المنظومة فين، هل في مجلس الإدارة؟ هل في المشرف على الكورة أمير مرتضى؟ الراجل ما حتى اما غير الجهاز الفني سابه، كان ممكن يشيل الجهاز بأكمله بالموجودين ويجيب جهاز كله جديد. هل في المدرب فيريرا مثلا؟ مش عارفين. هو مدرب عنيد صراحة في آخر الماتشات دي ومن قبل آخر الماتشات. احنا بنحس اما بينزل بالتشكيل ان التشكيل ده هيبقى فيه تعديل، بس كان دايما لما التشكيل بيبقى فيه تعديل في الشوط الثاني الفريق بيتماسك وبيحقق الفوز. حتى لو جه فيه جول انت بتبقى قاعد مطمئن للتشكيل اللي هيتعدل، ونزول شيكابالا، ما غلط غلطه ونزل شيكابالا من اول الماتش في ان اسوان كان لسه اللياقه بتاعتها موجوده، مخزون اللياقه لسه موجود. زي ما شفتوا حضراتكم الفريق عمل ايه، بغض النظر بقى عن ضربه الجزاء ولا حاجه، الاداء بتاع الفريق، انا بتكلم على اداء الفريق، فدي ما كانش اداؤه عالي من ماتش اسوان، الاداء ابتدى يهبط. هل العيب في المدرب؟ طب النهارده العيب في المدرب في الشوط الاولاني، العيب في المدرب في الشوط الثاني في الفرص اللي ضيعها الجزيري النهارده، سيف الجزيري، الفرص اللي ضيعها النهارده، الكور اللي كان بيصدها، الكور اللي كان بياخدها ويرجع ورا بدل ما يلف نفسه ويشوط في الجون، والجون تقريبا ده صيد حارس المرمى الناشئ بتاع المحل. النهارده الحارس النهارده الانديه كلها تجري تتفاوض مع صياته، يعني صياته كرة امام عاشور اللي صدها وكذا كوره صدها، هو سيف الجزيري سبب تصيت الحارس. فنشوف المرحله الجايه بقى الزمالك هيعمل ايه. الاهلي النهارده ركب الدوري، احنا بنبارك له طبعا انه الفرق بقى 11 نقطه، يعني الاهلي في خلال ال 20 يوم دول اللي الزمالك كان متصدر فيهم الدوري خلاص رايح يلعب كاس العالم للانديه اللي دخل فيه برضو بالصدفه البحته، مش هنتكلم عليها. لو لنا احنا وخدنا البطوله هتتلغي، سبحان الله، مش محظوظين في اي حاجه، لا حظ ولا حكام ولا اي حاجه، مش محظوظين. فالاهلي رايح يلعب البطوله في المغرب ونهى الدوري، حتى الفرق بتتعادل له، يعني مفيش فيوتشر بيتعادل، فيوتشر هيلاعب الزمالك، الاثنين مش هنقول هيوقفوا بعض، الزمالك هو لو كسبه هو اللي هيقف فيوتشر، مش فيوتشر اللي الزمن اتقلب، الليل بقى نهار والنهار بقى ليل. يعني الزمالك لو لعب فيوتشر والزمالك كسب هو اللي هيوقف فيوتشر لصالح الاهلي، يعني الزمالك هيخلص له على الانديه اللي بتنافسه، فمش هيبقى في منافسه المره في الماتشات الجايه. خلاص 11 نقطه ده كتير بالنسبه لنا احنا، كتير جدا. هنشوف المرحله الجايه اسامه نبيه هيعمل ايه،
وانا اشك ان اسامه نبيه هيعمل حاجه. المدرب ده كان كويس، هو كان عنيد صراحه، كان بيعمل اللي هو عايزه، واحنا ما نقدرش برضو. مفيش حد يعني توب في كرة القدم بالذات، جوارديولا بيخطأ، اللي هو يعني تقريبا اعظم مدرب في العالم. اي مدرب في العالم بيخطأ، هو اخطاؤه تكررت كتير جدا، تشكيل بيبقى مش كويس، تشكيل الشوط الثاني هو اللي بيبقى تشكيل الشوط الاول، وكلنا بنبقى شايفين واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش. فالراجل مشي صراحة، احنا برضو بنشكره على الفترة القليلة اللي قضاها معانا. الراجل عمل انجاز لم يسبق له انجاز، خلينا واضحين. الراجل عمل فريق من لا فريق، عمل فريق ان انت تهابه. الزمالك يا جماعة الماتشات اللي فاتت السنة اللي فاتت بعد ما خسر من انبي وطلائع الجيش لو نفتكر، حقق 13 14 انتصار، وكان بيقدم اداء راقي. بعد ما تعادل 2-2 مع الاهلي في الدور الثاني، الزمالك كسب البنك الاهلي، وكسب الجونه، وكسب الاهلي في الكاس، وكسب كل الفرق اللي كان بيلعبها الزمالك بيكسبها. كسب بيراميدز، وكسب فيوتشر، وكل الفرق والمحله، كسب كل الفرق. ال 11 12 ماتش اللي الزمالك كان فاضل لهم وكان لازم يكسبهم عشان ياخد البطوله، الزمالك كسبهم مع اداء رائع. اي فريق كنا بنلعب الجونه، نتائجنا مع الجونه لو دخلت هتلاقينا لعبنا الجونه 10 مرات، كسبناهم مرتين اتنين بس. عمرنا ما كسبنا الجونه دي 4-0 في الجونه بقى، بالعكس كسبناهم 4-1 في الجونه. حتى الجون اللي كانوا جايبينه اوف سايد كسبناهم 4-1 باكتساح بعرض. لعبنا ماتش على الاهلي كسبناه، كان ممكن لو الفرص دي ما ضاعتش كان الماتش يطلع 5-6. في فرص غير طبيعيه ضاعت في ماتش الكاس. لعبنا فيوتشر كسبناه. اي فريق كان بيلعبه الزمالك كنت بتتفرج على الفريق. بيراميدز كسبناه 3-0 مع الرأفة، بتتفرج على الفريق، فريق عالمي بيلعب كوره، مدرب مش عارفين نقول له ايه. فاحنا برضو بنشكر فييرا على الفتره القصيره اللي كنا نفسنا الطول. راجل فكره عالي، بس بقى الله اعلم، الله اعلم الراجل ده هل هو السبب. هو بيبقى قدام الناس ان المدرب السبب وان اللعيبه السبب، ممكن اسباب تانية خفيه تبقى في داخل مجلس الاداره، الله اعلم، ما نعرفش مين السبب فيه. بس هو الراجل مشي، احنا بنشكره على الفتره اللي قعدتها معانا، الفتره القصيره اللي كنا نفسنا الطول، ما قعدش سنه لكن حقق فيها انجازات، حقق كاس مصر، حقق الدوري في ظل وجود عدم قيد للنادي الزمالك. يعني سنه كامله، فترتين عدم قيد. احنا كنا قسما بالله بنتمنى ان احنا ناخد المركز الخامس. انا كنت بقول ناخد المركز الخامس او السادس السنه اللي فاتت. الراجل عمل انجاز وحقق، يعني صراحه الراجل ده مش هتلاقي واحد زملكاوي بس يا جماعه بيكره الراجل ده. الراجل ده اما جه 2015 وحقق برضه البطوله بعد فتره كبيره ان الزمالك ما ياخدش بطولات فيها، خاصه بطوله الدوري، وبرضه حقق بطوله الدوري الكاس. والراجل ده صراحه وبرضه ساب الزمالك على القمه لما مشي من الزمالك فتره ال 40 يوم 2015 2016، ساب الزمالك على القمه ومشي. برضه اكيد كان فيه مضايقات، ودلوقتي الله اعلم ايه اللي بيحصل، احنا ما نعرفش. احنا لنا الظاهر ان احنا نشوف الفريق بيلعب ماتشات الجايه، ماتشات قويه. هنشوف الفريق مع اسامه نبيه، وربنا يوفق المدرب ويوفق النادي ويوفق رئيس النادي، ويجيبوا صفقات. واللعيبه اللي مش قادره تمشي زي رؤى، زي السيسي، زي الجزيري، زي سامسون، زي عبد الغني، اللعيبه اللي مستواها دلوقتي تعبان يا جماعه طلعهم اعاره. طلع اللعيبه دي دلوقتي اعاره، ورجع محمود شبانه، رجع محمود علاء، رجع حمدي علاء اللي هو بتاع سموحه اللي احنا عرناه للبنك الاهلي، لعيب في نص الملعب ممتاز وشاب صغير. وهات اتنين مهاجمين، هات اتنين مهاجمين من بره، هات المهاجم بتاع البنك الاهلي ناصر منسي، او هات لعيبه من بره مهاجمين صح. ما تبصش ده انت سبت مروان حمدي. انت عندك لعيبه في الدوري الممتاز خدوا على الدوري الممتاز، ما اروحش اجيب من بره من افريقيا ولا من بوليفيا ولا اروح اجيب من فنزويلا. وهيقول لك ما ممكن ما يتالقش. ما احنا عندنا لعيبه كبار، تجارب كتير جدا، عندنا لعيبه كبار طلعوا اوروبا وما تالقوش ونجوم. ضم عبد الله السعيد لو هيلعب ربع ساعه بتاعت عبد الله السعيد بلعيبه تلعب 3 4 ماتشات. ضم عبد الله السعيد، هات لعيبه خلص فتره الانتقالات الشتويه فاضل فيها اسبوع لاخر يناير وانت ما جبتش اي حد والفريق بينهار، واللعيبه اللي انت جبتها ما ضافتش، بالعكس ده انت لو يا ريتك ما كنت جبتها. الاهلي ما جابش الا 2 لعيبه عملوا معاه فارق، رغم ان هم ما عملوش فارق. لعيبه السنه اللي فاتت اللي عملت الفارق وانت اديت للفريق كده. ده بنبارك للنادي الاهلي على ال 11 بونت،
ومش هنقول الدوري لسه بدري، الدوري ممكن يكون شبه منتهي رغم ان فاضل دور، بس مفيش الفريق اول ما تصل الزمالك يلعب شوط كويس وملوش حظ برضه. يعني عشان تبقى جمهور الزمالك عارف انه ممكن يلعب ماتش كويس كويس جدا والكرة تخبط في العارضة 3 4 مرات زي ما شفنا في افريقيا. فاحنا مش هنزعل بقى خلاص، احنا هناخد الامور بسلاسة كده، مش هنزعل. نتمنى للفريق في المرحلة القادمة الأحسن، ونشوف النهاردة رئيس النادي هيصرح يقول ايه. ونتمنى برضو لجميع أندية مصر. اصل انت بتلعب في منظومة لازم هيبقى فيها غالب ومغلوب، احنا ممكن نطلع نحفل على بعض، دي حقيقة، بس برضو كلنا في الأول والآخر إخوات. وأنا زمايلي أهلاوية، إيه المشكلة؟ وليا زمايل زملكاوية، زمايل تانية معارف بيشجعوا النادي الإسماعيلي. أتمنى للنادي الإسماعيلي ونادي الزمالك التوفيق، والجميع أندية مصر التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.